بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنكمل شرح كتاب لينكس بيزكس فور هاكرز. هنشرح النهاردة الفصل 11. الفصل 11 بيتكلم عن اللوجينج سيستم. يعني إيه السجلات والحاجات دي كلها في لينكس؟ بص يا شباب، انت لما بتيجي تشتغل على لينكس، سواء كنت بتشتغل من منظور هاكر اخترقت جهاز، او من منظور لينكس ادمن، لازم تكون عايز تحمي دايما الحاجه بتاعتك والشبكه بتاعتك. موضوعنا بتاع اللوجينج سيستم يعني ايه الكلام ده ببساطه؟ ده النظام اللي بيخزن اللي بيحصل في الجهاز من اول ما بتشغل البرنامج لحد اي خطأ واي حاجه بتحصل لك في اي مشكله، وكمان اي تحذيرات. طب ده هيفيدنا بايه؟ لو انت هاكر، نفترض يعني ده مثال، يعني لو انت جيت تخش على اي جهاز، طبعا ده بيسجل كل حاجه، فانت لازم أن اللوجات دي ممكن تكون دليل عليك وتكشف كل حركاتك، وطبعا تتجاب في الاخر. فاحنا بنعتبرها كده زي ايه؟ كاميرات المراقبه مثلا، اللي بتسجل كل حاجه بس ايه على شكل ملفات مكتوبه. فلازم تفهم كويس ازاي تقراها، وازاي تقدر تمسحها كانك بتمسح الادله اللي عليك بالظبط، ولو كنت بتتسلل على نظام حد مش بتاعك، اكيد يعني. وعلى الناحية التانية، لو انت لينكس ادمن وكده وبتحمي جهازك، لازم انك تعرف اللوجات دي بتعمل ايه، عشان لو انت دخلت عليها ولاحظت في اي حاجة غلط، او اي حد بيحاول يخترقك، لازم طبعا تركز في الحاجات دي. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ في الفصل بتاعنا النهارده هنتعلم ازاي نفحص اللوجات ونفهمها وكده، وازاي تتحكم في النظام اللي بيعمل اللوجات، وازاي تمسح الحاجات دي، وازاي تغير ميعادها ازاي تغير ميعادها تتاخد كل قد ايه وكده بالظبط. طبعا احنا اتكلمنا عن اللوجين، يعني بنعتبره زي الكاميرا المراقبة مثلا، اللي بتراقب كل حاجة في الجهاز، اذا كان انت عايز تراقب او لا يعني، وكل حاجة من المشاكل وكده. طب ايه هو ال RSY SLOG؟ هو احنا بنقولها بالمنظر ده عشان هي الى حد ما مش بتتقال على بعضها، هي اختصار لروكيت فاست سيستم فور لوجين بروسيسنج. هو الكتاب ما اتكلمش عن الاختصار ده، بس انا بحثت عنه يعني، فمش هقول لكم على بس يعني. ده ايه بالظبط؟ اللينكس بيستخدم حاجه اسمها سيستم لوج ديمون. ده نظام او حاجه بتسجل الاحداث اللي بتحصل عندك في الجهاز، في نسخ مختلفه منه، زي الاداء، زي الاداه اللي قلت لكم عليها، ونسخ تانية. بس احنا وكلهم يعني مفهومش فرق كبير، بس احنا في كالي لينكس مبني على ديبيان، وديبيان بيجي معاه الاداه دي. فدي الحاجه المفترض اللي احنا هنستخدم عليها وهنركز عليها. طب ازاي بنعرف المكان بتاعها عندنا في الجهاز؟ نعمل لوكيت ليها، هتطلع لك حاجات كتير، بس الحاجه المهمه واللي احنا هنشتغل عليها بتاعت ايه؟ الكونفيجريشنز. دي الحاجه اللي هتعرفنا كل حاجه بشكل افضل. وطبعا الملف السحري اللي فيه كل الاعدادات اللي بتحدد واللي بتتسجل وبتتسجل فين وازاي بالظبط. تمام، احنا هنروح الاول هنخش عليها نفتحها باي شكل من الاشكال: نانو، كات، مور، ان ال. تفتحها بالنوت باد اللي عندك، في اي. كل حاجه طبعا بتفتحها باي طريقه. تمام، هو احنا بس كنت بوريكم يعني الاداه بيبقى شكلها ازاي في الكونفيجريشن وكده. بس هو الحاجه الاساسيه اللي احنا هنستعملها ونشتغل عليها هي بالظبط الرولز. فاحنا عندنا هي دي الرولز. والكتاب قال من سطر 50، هو طبعا فيرجن قديم منه 2018 وكده، بس احنا هننزل ايا كان السطر، هننزل لغايه الرولز هنا بتكون بالشكل ده. الشكل ده بيبقى ازاي بالظبط؟ اول حاجه بيبقى الفاسيلتي دي، ده البرنامج او الجزء اللي بيحصل فيه الحاجه، زي اليوزر، الميل، الكيرنل، اي حاجه، او الاوثنتيكيشن، حاجه زي كده. طب البريوريتي دي درجه اهميه الحاجه، زي هتبقى مثلا كريتيكال، او حاجه قويه خالص، او حاجه بسيطه شويه يعني تشوفها كده. طبعا بيترتبوا حسب الاهميه. طب وايه هو الاكشن؟ الاكشن ده المكان اللي اللوج بتتحفظ فيه. تمام، ودلوقتي هنقول أمثلة من الكتاب. هنا بيقول لك هنا مثلا الحاجات اللي من الميل، أي حاجة إذا كانت أولويات، أي أولوية إذا كانت قوية ضعيفة كريتيكال، بتتسجل في الميل هنا في البار ده. وأي حاجة كيرن ليها علاقة بالكيرنل، بالنواة بتاعت النظام عندنا، بس لما بتكون كريتيكال بس أولويتها بتكون عالية جدا، بتتسجل هنا. وهنا بيقول لك اي حاجه اذا كانت كيرنل او اوثنتيكيشن او بتاعه الميل، او اي حاجه عندنا لما بتكون emergency، يعني في غايه الاهميه، مشكله كبيره خالص. الحته دي معناها اللي هي بتظهر على شاشه المستخدمين، لما بتكون في مصيبه بتظهر على شاشه المستخدمين ايا كان. تنظيف اللوجات عندك اوتوماتيكي باستخدام لوج روتيت.
ليه اساسا تمسح اللوجات عندك؟ بص، عشان الكمبيوتر بتاعك لو ساب اللوجات دي تتراكم كده بدون اي نظافه، الكورس عند كورس الصلب عندك هيتملى. ف ولو مسحتها برضه بسرعه هيبقى الموضوع ايه، مش افضل حاجه، لان لو حصل عندك اي حاجه هتبقى شكلك وحش وانت مش عارف ترجع اللوجات عشان مسحتها بسرعه عشان الجهاز عندك بيتملى، فاهم؟ فايه، لازم تخليها في المتوسط. طب والحل بتاعها ايه؟ بتحرك اللوجات القديمه لمكان تاني، وبتعمله ملف مثلا تأرشفها، تعمل لها ضغط حاجه زي كده. او الحاجه التانية مثلا تمسح، وبعد كده بعد كده تمسح اللوجات القديمه بعد فتره محدده، عشان برضه ما تاخدش وقت. يعني انت مش هتحط لوج 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 بعد سنه سنتين كل الحاجات دي محفوظه عندك، لا اوفر قوي. وبعد ما تظبط ممكن تظبطها ان هي كل اسبوع او كل شهر حسب مزاجك تعمل. طب وازاي تعرف كل حاجه عنها ونظامها وكل حاجه؟ هتخش عندنا على الملف ده تفتحه برضه باي امر. بصراحه بفضل مور لما اكون بس هشوف حاجه من غير طبعا معدل وكده يعني. طبعا انت من حقك طبعا تعدل. هنا هيقول لك ايه، هيقول لك هنا اول حاجه هنا هيبقى ويكلي، اللي هو كل اسبوع. اللوجات بتتغير كل اسبوع، لو عايزه كل يوم ممكن تعمل ديلي، لو عايزه كل شهر مانثلي وكده. هنا روتيت 4، ده معناه انه بيحتفظ باربع نسخ من الملفات القديمه وبعد كده بيحذفها كلها. يعني مثلا لو احنا دخلنا على المكان اللي هو بيتحفظ فيها، يعني هنا معناها اللي هو هنا حافظ الملفات اسبوع، هنا اسبوع، هنا اسبوع، هنا اسبوع. طب بعدها بيحصل ايه بقى؟ بعدها بيمسح الاربعه ده ويخلي ثلاثه مكانه، بس بيخليه اربعه. وبعد كده بيمسح اتنين بيخلي ثلاثه، بيخلي اتنين مكان ثلاثه بيخليها ثلاثه عادي. ونفس الفكره كده، يعني الاخير ده بيترمي وبيتحركوا خطوه بيتحط الملف الجديد، ونفس الفكره وبنفس بترتيب الارقام وكده. كرييت دي معناها ايه؟ دي معناها اللي هو بعد ما يخلص الدوير اللوج وكده بيعمل ملف جديد فاضي بدل القديم. يعني نفس الفكره اللي قلت لكم، اللي هو بينزل ويطلع وينزل ويطلع وكده. مش بيطلع، هو بينزل ويعمل واحد جديد، بينزل ويعمل واحد جديد. والكومبريس دي لو احنا شلنا علامه الشباك دي، طبعا احنا عارفين معناها ايه. قلناها في الباش سكريبتنج، اللي بيجي بعدها كومنت. يعني انت ممكن بقى تكتب بعدها اي هبل وملوش اي لازمه، ماشي. لا هو ليه طبعا لازمه انت ليك لما انت تقرا، يعني وانا بشرح لك. لو انت شلت العلامه دي هيعمل ايه؟ ضغط للملف، طبعا احنا عارفين ازاي، عشان يوفر مساحه وكده. في الخلاصه يعني اللوج لوج روتيت هو بينظم لك الدنيا عشان المساحه عندك ما تتمليش، وبيخلي عندك نسخه احتياطيه من اللوجات القديمه لو انت احتجتها. طبعا انت والحاجات طبعا كانت شباب، انت ممكن تخصصوها بنفسكم يعني اكيد يعني. وتقدر تعمل عدد نسخ معين، وكم نسخه، وبتتغير كل قد ايه، نفس الفكره. ولو انت هاكر وهتبقى عايز تعمل تتعامل مع الحاجات دي عشان تخفي اثرك وكده، طبعا لما تخش عليها ممكن تبوظ الكلام ده كله. وطبعا احنا هنتكلم ازاي ممكن تبوظ الكلام ده عشان تمسح الادله خالص. انك تفضل مخفي، تمسح اثرك بعد ما تخترق نظام كالي. اكيد مش عايز حد يمسك عليك حاجه، فلازم تمسح اي اثر ليك. وطبعا الاثار اللي احنا عارفينها وشرحناها دلوقتي اللي هي اللوجات، اللوجز والتسجيلات اللي عليك وكل حاجه. طب وتمسح الادله والحاجات دي ازاي بقى؟ في امر شريد. ليه ما تستخدمش اي الطريقه العاديه للمسح؟ عشان الطريقه العاديه للمسح بتاعتنا دي ممكن تسيب فجوات وثغرات. مش ثغرات يعني، بمعنى صح، هي لو في محقق جنائي جه ممكن يراجع الملفات الممسوحه. الكتاب ما حكاش الفكره دي، بس انا هحاول اقولها لكم دلوقتي. بكل بساطه لما انت بتيجي تحذف ملف عادي في اي نظام تشغيل، وفي الحقيقه هو في الحقيقه مش بيتمسح، هو النظام بس بيشيل اسم الملف من الجدول بتاع الملفات والهارد ديسك وكل ده، ولكن البيانات موجوده. بس مش عشان تجيبها مش بنفس الطريقه العاديه اللي احنا عارفين انك تلاقيها او حاجه زي كده. الحل الوحيد انك تمسح البيانات دي خالص، وفي ناس طبعا بتقول مفيش حل. انك تكتب على البيانات دي. يعني انت عندك البيانات دي مثلا مسحت الطريق بتاعها، بس البيانات موجوده على الهارد. عشان البيانات تتمسح خالص، موجوده كبيانات داخليه على البيتس حاجه زي كده، مش عارف الطريقه بالتفصيل يعني. عشان البيانات دي تتمسح خالص لازم الطرق دي، لازم البيتس دي كلها تتملى ازاي؟ انك تكتب عليها، تحط عليها ملفات تانية. فدوت الامر شريد اللي احنا نشرحه دلوقتي بيعمله، بدل ما يمسح ملف عادي بيكتب عليه بطريقه عشوائيه قبل ما يتمسح، عشان حتى لو حد راجع لحاجه هتلاقي حاجه مش مفهومه. فنرجع بقى للامر بتاعنا، بيحذف الملف بالطريقه اللي هو يكتب عليه بشكل عشوائي. بيقول لك هنا شريد داش هيلب عشان تعرف الامر يعني طريقه استخدامه. بس هو بكل بساطه انت تعمل شريد واسم الفايل. ليه نستخدم
الداش اف وداش ان. داش اف عشان لو انت ما عندكش صلاحيات وعايز تاخد اذن بالمسح، وداش ان عشان يكتب على الملف عدد من المرات. فاحنا هنا بنقول اكتب على الملف بتاع الاوثنتيكيشن ده عدد من المرات 10 مرات. ده معناه ايه؟ اللي هو يقعد يغير في الملف، يغير في الملف، يغير في الملف. لو انت مثلا ما مسحتوش وشفت الملف بعد كده هتفتح الملف تلاقي فيه طلاسم، حاجات مش مفهومه باي شكل من الاشكال. تعطيل اللوجز او التسجيل. عشان طبعا بقى لما انت بتخش على نظام او حاجه زي كده لازم طبعا تعطل اللوجز على طول، او ممكن تسيبها تستفيد منها بحاجه، بس لازم الاوامر اللي انت هتستخدمها وكل الحاجات دي لازم يا تعطلها يا تمسحها. بس من الافضل انك تعطلها، ولما خلصت لو في اي حاجه تمسحها. فاهم يعني ايه؟ انت كهاكر المفروض تخلي بالك من كل حاجه يعني. لو مش عايز اساسا اللوجات اصلا تتسجل، اللي هو اول ما تخش يعني تعطلها وكده، لازم نعطل ايه؟ السيرفيس اللي هي الخدمه بتاعتها. اعتقد احنا هنشرح السيرفيس الفصل الجاي، بس مش هنشرح كله يعني، هنشرح اربعه بس: اباتشي واوبن سي سي اتش اس اس اتش، حاجه زي كده. طب نعطل ازاي اي سيرفيس عندنا في الجهاز؟ هتعمل السيرفيس، بعد كده السيرفيس نيم تحط اسمها، وبعد كده ستارت او ستوب او ستارت. كنت بعمل دايما الحركه دي لما كان الشبكه عندي بتبوظ، كنت بعمل لها ستارت او ستوب او ستارت وكانت بتشتغل عادي. يعني حاجات كده. بص، عارف اللي هو راستر الراوتر؟ في حاجات عندك كتير اوقات ممكن تبوظ لما تعمل لها بس راستره. ده في كل حاجه يعني انت لو الكمبيوتر عندك في حاجه ماشي، لو تليفون الراستره دي حاجه يعني غريبه في الاجهزه او في الادوات او في اي حاجه او في اي نظام. بس يعني هو بعد كده بقى احنا طبعا نعمل سيرفيس والاداه بتاعتنا ونعمل ستوب. انت كده وقفتها مش هتسجل لك اي حاجه. ولو عايز تتاكد من الحاله بتاعتها ممكن تعمل بعد الاداه او اي سيرفيس نيم تعمل ستيت. وكده انت تكون قدرت تتخفى بشكل كويس. وبكده نكون خلصنا الفصل بتاعنا. ما كانش من اصعب الفصول يعني، وما كانش برضو سهل قوي يعني. هو سهل بس ايه، عايز تركز فيه شويه كده وعايز تجرب وتفتح الملفات دي عشان تفهم اكتر. هو الكتاب مع الوقت بياخدك من البيزكس لغايه ما اللي هو ايه، يفهمك حاجات اكتر، يكبر دماغك شويه. مش يكبر دماغك معناها يطنش، بس اللي هو ايه، يكتر من علمك يعني. ملخص يعني سريع اللي احنا خدناه: احنا خدنا ملفات اللوجز فايلز بتسجل ازاي وكل الشغل بتاعها وانت كهاكر لازم تعرف ازاي تمسحها وتخفي اثرك. والشريدنج بتعمل ايه في الملفات، طريقة مسحها للملفات مش زي الريموف او حاجة زي كده. وازاي اول ما تخش تقفل نظام التسجيل بالكامل عشان تعمل كل حاجة. الاكسرسايز بتاعنا قبل ما نروح شابتر 12: اول حاجة بيقولك استخدم الامر لوكيت عشان تلاقي الفايلز بتاعت بص تعال نقول ار سيستم لوج قريبة من آه، تاني عندنا اكسرسايز: نفتح ملفات الاعدادات بتاعت الكونفجريشن اللي احنا فتحناها، ونعدل دوران روتيت بتاع السجلات عشان يبقى كل اسبوع. عشان يبقى كل اسبوع وبعد كده تالت حاجة: نعطل نظام التسجيل بالكامل ونشوف ايه اخر حاجة سجلتها بعد كده الباص ده. طبعا احنا ما قلناش دي ازاي، بس طبعا انت عارف يعني ازاي تشوف ايه اخر حاجة سجلها، ايه الكوماند اللي بيشوف اخر كام سطر. احنا شرحناه يعني يا شباب. واخر حاجة نعمل شريد لسجلات الكيرنل لوجز. وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا. ما تنساش تشترك في القناة. ويا شباب اللي بيتكلم عن تفاصيل والله وانا بزود على الكتاب، وان شاء الله في الحاجات اللي بحس فعلا ان انا عايز ازود، وفي الحاجات اللي انا عندي علم ان انا ازود فيها بزود، واكيد يعني بزود. وما تنسوناش تخش معانا في جروب التليجرام لو عايزين تسألوا اي حاجة لما فيديو جديد ينزل وكده. وتابعونا على صفحة الفيس معلهاش اي حد، فاضية تقريبا 12 واحد تقريبا، ناس تشكر. واللينكد ان بنزل عليه حاجات مهمة جدا، بس فاضي تقريبا مش بنزل حاجة يعني غير صح. انا البوست انا كلمتكم عليه المرة اللي فاتت، البوست اللي هو بيتكلم فيه عن حاجة، عن مواقع كده كويسة تستخدمها عشان تظبط عندك الكومنتس بتاعت لينكس وكده، العادي لحد ما ممكن يعني. وبكده نكون خلصنا الفيديو. ما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.